اهلا وسهلا فيكم من سوق المباركيه، ومعانا اخونا وتعرفنا باسمك. نديم حسين من مصر، اسكندرية. عوايد اهل اسكندريه، سؤال واحد الحين راح اعطيك. عوايد اهل اسكندريه، العادات والتقاليد. انت لما تكون مقابل هالمسجد وطلعت جنازه، هذا السؤال اخواني مشاهدي قناه كاشف انه كل واحد لبلده يجاوبنا، يقول لنا شنو عاداته. يعني بالكويت تختلف العادات عن اهل اسكندريه، عن السودان، عن اي اليمن. انت الحين طلعت جنازه قدامك، شلون تعرف ان هذا رجل الميت او هذه امراه؟ من الشيوخ طبعا اللي بيقولوا لنا مثلا لا ان ما يقولوا لك، انت شفت بس ما اه حد قال لك. انت الحين نظرتك كذي في جنازه، تمام. شلون تعرف ان هذه رجل او امراه؟ بيكون مكتوب في لوحة برا على الجنازة في اسم المرحوم بيكون مكتوب في اسمه في لوحة كده من برا بتكون لا انا موجودة. ما ابي، انا من بعيد. انا الحين من بعد 500 متر شفت جنازه، سؤالي واضح، جاوب اجابه واضحه. ابي شلون تعرف ان هذه حق رجل او امراه؟ ما هو بيكون في مكتوب لوحة زي كده بتكون متعلقة سيبك برا. من اللوحه، ايش عاوز اللوحه؟ جنازه ومرت عليك، جاوبني. هذه مرة او رجل؟ شلون؟ عيدها عليك للمره الاخيره. ما تعرف غير اللوحه؟ الله مش عارف ها؟ ازاي، هو انا اللي اعرفه ان هي بتكون في لوحة، انما من بعيد مش عارف الصراحة ازاي. يعني انت الحين مثلا، انا جاوبوني اخوان مصريين قالوا لي اذا حريم وراها نعرف ان هذه حرمه، اذا رجال وراها نعرف انها. هل هذا صحيح؟ صح؟ اجل ليه ما تجاوب؟ ما فاهمش يعني اتوتر والله انا. متوتر؟ اول مره تشارك في التلفزيون؟ اول مرة. وحنعطيك جائزه حتى لو اجابتك خطا، عطني جائزه يستاهل. هذه جائزه مقدمه لك من كاشف نيوز. شكرا لك، شكرا لكم. حسون الشمري، وشاركونا في ارائكم.